في عام 2025 في ليلة هادئة على الساحل الشمالي للمغرب ظهرت أضواء غريبة وغير مألوفة تومض في السماء. أسرع الناس بالخروج من منازلهم ليروا ماذا يحدث. كانت تلك الأضواء القادمة من سفن فضائية ضخمة تشبه أحجامها المدن الصغيرة. بدأت حالة من الذعر والارتباك تعم البلاد كلها. تم إرسال الطائرات العسكرية للتحقق من الوضع، لكن أي محاولة للاعتراض أظهرت أن التكنولوجيا الفضائية تتفوق بشكل كبير على ما تمتلكه القوى الأرضية. وفي صباح اليوم التالي هبطت أحد السفن العملاقة في ضواحي مدينة الرباط وخرجت منها كائنات فضائية. تميزت هذه الكائنات بأنها ذات أجسام طويلة ونحيفة ولها عيون واسعة ولامعة. كان الهدوء يرافق حركتهم، مما أثار دهشة الناس وجعلهم يتساءلون: هل قدموا بسلام أم أنهم يخططون للهجوم؟ بدأت المخلوقات الفضائية بالتواصل مع المواطنين من خلال تقنية ترجمة متعددة اللغات. أعلنت المخلوقات فضائية بأنها لا ترغب في الحرب، بل قدمت لتحذير البشرية من خطر قادم من أعماق الفضاء الذي يهدد جميع الكائنات الحية. أظهروا للعالم مشاهد مرعبة لكوكب بعيد تم تدميره تقريبا بواسطة الكارثة الفضائية التي تقدم نحو الأرض. اختارت الحكومة المغربية الباحث العلمي الدكتور يوسف للعمل كحلقة وصل بين الأرض والمخلوقات الفضائية. بدأ يوسف بالتواصل معهم ومعرفة المزيد عن التقنيات التي يمتلكونها والطريقة التي يستطيع البشر بها مواجهة التهديد. تعاون الكل معا في هذه المهمة الصعبة، وطوروا خطة مشتركة تدمج بين العلوم الأرضية والفضائية. عاش المغرب تلك اللحظات كساحة تجمع دولي، حيث أتى الناس من جميع أنحاء العالم للعمل معا في مواجهة الخطر. وبعد عدة أشهر من العمل المتواصل، تمكن الفريق من صد الخطر الفضائي. شكرت الكائنات الفضائية البشرية على تعاونهم وتركوا الأرض في سلام، تاركين وراءهم أثرا عظيما من العلم والتكنولوجيا التي غيرت حياة البشر إلى الأبد، وجعلت المغرب رمزا للتعاون والسلام على مستوى العالم.